تخيل تسيب بيتك وأهلك وتطلع من بلدك، مش عشان حلم، عشان هروب من فقر، من ضغط، من إحساس إنك واقف مكانك وقالولك أوروبا مستنياك. بس محدش قالك الحقيقة، وهم الحلم. الهجرة غير شرعية مش سفر ولا شغل ولا فرصة، دي مؤامرة، يا تكسب فيها روحك يا تخسرها للأبد. السمسار هيضحك ويوريك صور ناس نجحت، بس عمره ما يوريك صور الغرقانين ولا المسجونين ولا اللي عاشوا سنين من غير ورق ولا أمان. السمسار مش شيطان، بس عمره ما هيبقى منقذك. هو بيبيع لك حلم وانت بتشتري وهم. لو غرقت هو مش هيتحبس، لو اتحبست هو مش هيزورك، لو مت هو هيكمل شغل تاني يوم، لانك بالنسبة له مش انسان، انت صفقة. الحقيقة الاخطر، الحقيقة اللي محدش بيقولها لك، ان اوروبا مش محتاجة لك، مش ناقصة عمالة ولا شباب ولا تعبك. انت لما بتدخل غير شرعي بتدخل ضعيف، ملوش حق، ملوش صوت، تشتغل في الضلمة وتقبض اقل وتخاف اكتر، واي غلطة ترحيل او سجن او تشرد. النهاية اللي محدش بيحكيها، في ناس عدت بس في ناس ما رجعتش، في ناس غرقت، في ناس اتحبست، في ناس عايشة بس ميتة من جوه. واللي بيقولك كله بيطلع عمره ما عدى اللي ما وصلش. الهجرة غير شرعية مش شجاعة، دي يأس، والطريق اللي بيبدأ بمخالفة نادرا لما بينتهي بأمان. فكر قبل ما تراهن بحياتك، لأن الرجوع ممكن بس الغرق ملوش رجوع. أوروبا دلوقتي مش محتاجة عمالة غير شرعية، محتاجة دكاترة، مهندسين، ممرضين، فنيين بورق. لكن واحد داخل مستخبي ده عبء مش فرصة. وعشان كده في ترحيل وفي عنف وفي عنصرية وفي استغلال بشع. انت فاكرهم هيحضنوك؟ لا، هما مستنيين غلطة واحدة. اللي بيوصل ومش بيحكي، في ناس وصلت بس عمرها ما نزلت بوست. ليه؟ لانها بتنام في مخزن او في شقة فيها 12 واحد وبيشتغلوا شغلانة لو بلغ عنها هيتسجن. النجاح اللي انت شايفه على الفيسبوك في وراه 100 واحد ضاعوا ومحدش سأل فيهم. السؤال الحقيقي اللي انت لازم تسأله لنفسك، هتسافر ولا لا؟ انت مستعد تخسر ايه؟ مستعد تخسر امك، اسمك، كرامتك، سنين من عمرك مستخبي؟ النصيحة اللي بجد، لو هتسافر سافر صح، حتى لو استنيت سنة ولا 2 ولا 5، لكن ما تركبش مركب انت عارف انها ممكن توصل وممكن تدفنك وانت واقف. الهجرة غير الشرعية مش شجاعة ولا رجولة ولا مخاطرة، واللي بيآمر يا كسبان قوي يا ميت. اوقفوا الهجرة الغير شرعية، اوقفوها.